انا هاخدكم معايا. عملت كده شويه ترتيبات في البيت، نظفت البيت كده، شلت السجاد ورتبت الالعاب بتاعه البنات. شايفين الشنطه دي يا بنات؟ بجيبها من ايكيا وبحط فيها العاب البنات، واحيانا كمان بحط فيها الهدوم اللي عايزه تتغسل او اللي عايزه تتنشر. جميله جدا الشنطه دي. هنا حطيت في الموب بس ميه سخنه، وحطيت عليها كده شويه من صابون الاطباق وكمان شويه من المعطر، وببدا اني انا امسح الارض زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ان الميه السخنه بتطلع كل حاجه مش موجوده كل الفتافيت الصغيره، وبتلم التراب، وكمان بتطلع الطاقه السلبيه من البيت. هنا بعد خلاص ما الاوضه نشفت، بدات ان انا افرش البديل السجاد كده زي ما انتم شايفين معايا كده. كانت اول اوضه خلصت الحمد لله. بدات ان انا ادخل بقى على الريسبشن، وبدات بقى برضو ان انا اكنسه كنسه كده عميقه وانضفه، عشان يعني انا طول الاسبوع ايدي في البيت، ولكن احيانا بحس ان انا عايزه انضف تنظيفه يعني عميقه شويه. الصلاة عندي منقسمه لجزئين، فهي بتبقى كبيره شويه. فهنا بدأت ان انا برضو اشيل بديل السجاد واتني اللي قدرت اتنيه، عشان طبعا تحت السفرة ما قدرتش. فبدأت ان انا امسح كده. عايزة اقول لكم يا بنات، يعني اكيد كل واحدة فينا نفسها بيتها يكون بشكل معين وبطريقة معينة، ولكن في دفعات كتير قوي بتبقى في بيتك وبيبقى نفسك انك تغيريها، ولكن واحدة واحدة وبالصبر ويعني بالتدبير كده، وانك انت عندك اصرار ان انت تغيري حاجة معينة في بيتك، او حاجه معينه مش عاجباكي، ففيما بعد تحوشي وتعمليها. دي حاجه بتبقى حلوه جدا. يعني انا كان نفسي من زمان جدا ان انا اغير السجاد بتاع شقتي كله، واجيب بديل سجاد عشان يبقى سهل عليا في التنظيف، واقدر اشيله واقدر اعمل، لان السجاد بجد بيبقى تقيل جدا وبيتعبني، وطول الوقت بقى بتبقى خايفة عليه. لكن بديل السجاد ايوه طبعا هتخافي عليه كل حاجة، ولكن مش زي السجاد يعني. وبرده التقل بتاعه مش زي السجاد، تقدري في اي وقت تشيليه وتحطيه وتعملي اللي انت عايزه. بجد يعني بحمد ربنا ان انا قدرت ان انا احوش واجيب كذا كذا سجاد، كذا بديل سجاد يعني في البيت. وشلت السجاد تماما، غسلته وعينته، والحمد لله. حتى كمان جبت في المطبخ، لان المطبخ بتاعي بيتبهدل بسرعة جدا، الاولاد عندي فظاع. فزي ما انتم شايفين كده، حاولت ان انا انسق الالوان شويه في المطبخ، وده اللي يعني كان عليه اوفر، وده اللي عرفت اجيبه بصراحه في وقتها. هنا احنا كده خلصنا الشقه. بصوا قد ايه الراحه النفسيه اللي بحسها لما بخلص البيت. بجد برتاح جدا. بجيب بقى المعطر بتاعي، وببدا ان انا ارش بقى في البيت كله. بشغل نور هادي كده. شايفين ان المعطر ده بعشقه. اقوى تاتش بالورد البلدي، ريحته في منتهى الروعه. عايزه اقول لكم ان دي اسعد لحظه في حياتي، لما انسق كل حاجة والبيت يبقى